تعالي بقى كده أقولك على فكرة مجنونة. هتعملي من لفة جلاش واحدة فطيرتين، فطيرة بالمكسرات وفطيرة بالجبنة. يعني كده زي ما بيقولوا هتضربي عصفورين بحجر واحد، هتتعشي وهتحلي بيها كمان. وكمان في حاجة هنعملها في الطاسة على البوتاجاز بدون فرن. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس يا ريت في الأول ما تبخلوش علينا باللايك ونسمي بالله ونصلي على الرسول. ويلا بينا نشوف. في الأول بقى زي ما انتم شايفين كده هنستخدم في الوصفة دي لفة جلاش واحدة بس. هنحطها بقى في طبق ولازم نغطي عليها علشان ما تنشفش معانا. هنجيب كده حوالي معلقتين كبار من السمنه، وبصراحه هنا استخدمت السمنه البلدي عشان في الاخر الطعم يكون مميز. وجبت طاسه غير لاصقه اللي هي طاسه التيفال او طاسه سيراميك او طاسه جرانيت، اي حاجه متوفره عندك، وهندهنها بالسمنه كويس. هنجيب بقى اول ورقه جلاش وهنحطها سليمه زي ما هي وهندهنها كده بالسمنه. وبعد كده يا جماعه بعد اول ورقه هنحط 4 ورقات على اطراف الطاسه، هنحطهم جنب بعض، وكل طبقه او كل ورقه بنحطها لازم ندهنها بخليط السمنه كويس جدا. انا هنا حطيت اول ورقه خالص وبعد كده رصيت حواليها كده 4 ورقات، يعني احنا كده حطينا بالظبط 5 ورقات. وجبت بقى شويه مكسرات اللي هي مثلا جوز هند، شويه من الزبيب، شويه من السوداني المجروش، وخلطتهم كويس مع بعض وحطيتهم كده في الصينيه. وبعد كده حطيت عليهم معلقه صغيره من السمنه البلدي، ضفتها كده على المكسرات، بتفرق قوي في الطعم في الاخر. هنجيب بقى الورق اللي بره بتاع الجلاش وهنبدأ ندخله جوه الطاسة. بس خدوا بالكم كل ورقة بندخلها لازم ندهنها بالسمنة كويس. كده احنا حطينا كام ورقة؟ احنا كده حطينا بالظبط 5 ورقات. بعد بقى ما دخلنا كل كمية الجلاش من بره الطاسة وحطيناها جوه الطاسة، هنجيب بقى الورقة رقم 6، يعني احنا كده هنستخدم في الطاسة 6 ورقات. هنبدأ بقى نحطها كده من فوق علشان نخلي في الآخر المنظر يكون حلو. هنشيل كده، يعني بصوا احنا كده حطينا الورقه اهيت، دي اخر ورقه. هندهنها كده بالسمنه، وبعد كده بالسكينه هنشيل بقى الاطراف الزياده اللي موجوده في الورقه السته اللي هي موجوده معانا. وبعد كده بقى هندهنها كمان بشويه من السمنه. وكده اول فطيره بقت جاهزه معانا، هنركنها على جنب لحد ما بنخلص الفطيره التانيه ونسويهم مع بعض. الفطيره التانيه لازم نجهز لها خليط التوريق علشان ما تنشفش معانا. فبنجيب معلقه كبيره من السمنه البلدي، نحط عليها معلقتين كبار من الحليب، وكمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنخلطهم بقى كويس مع بعض. وتعالوا بقى نجيب طاستنا القمر دي، هندهنها بالسمنه. وبعد كده نفس الشغل اللي احنا عملناه في الاول هنعمله في الفطيره التانيه. بنجيب ورقه جلاش وبعد كده بندهنها من خليط التوريق، وعلى اطراف الطاسه هنحط 4 ورقات من الجلاش كل ورقه جنب التانيه، وهندهن كل ورقه بخليط التوريق زي ما انتم شايفين. وكنت حابه اقول لكم بس على حاجه، بيجيلي تعليقات كتير بيقولوا لي هو انت اللي بتتكلمي بسرعه. معلش يا جماعه اعذروني، انا بصراحه ما بتكلم كده بصوت بالراحه كده، وبحس ان انا كده مش يعني مش بحب اسمع نفسي بصراحه، بحس ان انا بطول عليكم وبتزهقوا. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر اتكلم بسرعه، الم يعني الوصفه بطريقه سريعه علشان ما تزهقوش وما تملوش من الوصفه بتاعتي. جبت كده بقى شويه خضار كان موجوده عندي، قطعتين كده من الجبنه الرومي، على قطعتين من اللانشون بيف، على كده قطعه من الفلفل الاخضر والفلفل الاصفر والفلفل الاحمر. وضفت عليهم كده شرايح من الزيتون قطعتهم لقطع صغيره. وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الجبنه الموتزاريلا. زي ما انتم شايفين المكونات بسيطه جدا، تقدري تطلعيها من تلاجتك وتعملي بيها احلى فطيرتين ممكن تاكليهم. ضفت عليهم كمان كده بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، ودعكتهم بقى كويس مع بعض بحيث ان الخضار يبقى واخد من الملح والفلفل كويس. هناخد بقى الخضار القمر ده وهنحطه في الصينيه زي ما انتم شايفين، وهنبدا نوزعه في الصينيه كويس جدا. ولو وصلت لحد هنا ما تبخليش بقى انك تنزلي تحت وتحط لنا اللايك للفيديو لو حسيتي ان المحتوى بيعجبك. هنجيب بقى ورق الجلاش من بره وهنبدا ندخله كده جوه الصينيه، وزي ما قلت لكم بين كل ورقه والتانيه لازم ندهن من خليط التوريق علشان الجلاش يطلع معايا مورق. وكمان يا جماعه علشان كمان ان احنا نضمن ان هو يكون طري معايا في الاخر، ما تكونش الفطيره ناشفه قوي. واخر حاجه كده بحط كمان شويه من خليط التوريق، واحط بقى ورقه الجلاش اللي هي رقم 6. يعني هنا بالظبط لفه الجلاش كانت معايا 12 ورقه، ضفت 6 ورقات في الطاسه الاولانيه و6 ورقات في الطاسه الثانيه. بس اخر ورقه هنا ما ينفعش ادهنها بخليط التوريق، لا انا دهنتها بمعلقه صغيره من السمنه البلدي. كده خلاص الطاستين او الاتنين طاسه بقوا جاهزين معانا.
اهم حاجه بقى التسويه، لازم النار يا جماعه تكون هاديه جدا، تمام. وهنغطي بقى عليها علشان تستوي معايا بسرعه وتتنفخ معايا وتطلع مورقه. وكمان لازم بين كل شويه والتانيه لازم ايه نحرك الطاسه يمين وشمال عشان نعرف ان هي استوت على جميع الاتجاهات. ومن علامات التسويه صح ان احنا بنلاقي ان الجلاش اتنفخ معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بقى ما حسينا ان الجلاش اخد لون من تحت بنقلبه على الناحيه التانيه، وبعد كده بقى بنرجعه الطاسه علشان يستوي من الطبقه اللي بتبقى موجوده تحت. دي طبعا الفطيره الاولى اللي هي الفطيره بالمكسرات. تعالوا بقى ندخل على الفطيره اللي هي بالجبن. طبعا زي الفطيره الاولانيه سيبناها برضو على نار هاديه، واول لما اخدت لون من تحت على طول بنقلبها على الناحيه التانيه، وزي ما انتم شايفين اتنفخت معانا جدا. تعالوا بقى بينا كده نقلبها. بس هنا الفطيره اللي هي بالجبن انا بصراحه قلبتها على مرتين، لان انا حسيتها ان هي محتاجه سوى زياده عن الفطيره اللي بالمكسرات. فزي ما انتم شفتوا دي تالت مرة أقلب فيها الفطيرة بالجبنة، تمام. هنرجعها تاني على البوتاجاز وهنهدي بقى عليها النار ونسيبها لحد ما بتستوي براحتها. ودي بقى الفطيرة اللي كانت بالمكسرات خلاص بقت جاهزة معايا. هطفي عليها النار واحط بقى عليها حليب ساخن. حليب ساخن كنت ضايفة عليه معلقتين كبار من السكر، وهسيبهم كده حوالي دقيقة لحد ما احس ان الجلاش خلاص اتشرب من الحليب كويس جدا. شايفين ما شاء الله، حاسه ان هو خلاص كده بقى مظبوط معايا قوي. يلا بينا بقى كده نحطه في طبق التقديم، كأنكم يا جماعة جايبين أحلى فطيرة بالمكسرات من أجدعها محل حلواني في مصر. شايفين ما شاء الله شكلها عامل إزاي. هنرش عليها كده شوية من السكر البودرة، وكمان أوزع على السكر البودرة معلقة صغيرة من السمنة، بيودي الطعم والريحة في حتة تانية خالص. تعالوا بينا بقى على الفطيرة التانية اللي هي الفطيرة بالجبن. شايفين شكلها عامل إزاي. أهم حاجة بنغطيها كده حوالي دقيقة علشان بس تطرى معايا شوية. ويلا بينا عشان نقطع الفطيره اللي بالمكسرات. وزي ما انتم شايفين يا جماعه المنظر القمر ده، انا عايزه بقى الكومنتات كلها مفيش فيها غير تسلم ايدك يا ام ليلي. يلا بينا نقطعها كده زي اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين بس شكلها عامل ازاي، تحفه. ولا طعمها بقى يا جماعه، والله ما تحسوا وانتوا بتاكلوها ان انتوا عاملينها بالجلاش خالص، هتحسوا كده ان انتوا شارينها من اكبر محل فطاطري موجود. ودي طبعا الفطيره اللي كانت بالجبن، ما شاء الله مقرمشه جدا معايا. ولو سبتوها شويه هي بتطرى وبتبقى جميله جدا. تعالوا بس اوريكم قد ايه الجلاش مستوي، عشان يعني لو هتخافوا من حاجه يعني او هتخافوا من التسويه بتاعه البوتاجاز، مستوي جدا شايفين. وعايزه اقول لكم بقى مورق قوي. تعالوا كده شوفوا التوريقه معايا، اولا واخد لون حلو من ناحيتين، ثانيا مورق جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه وبحاجات كلها موجوده في كل بيت، يعني بتتعشي وبتحلي في نفس الوقت، وكمان ايه باقل الامكانيات وباسهل الطرق. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم.